لما نيجي نقول ان عناصر الفوز كتيره جدا، الحته الدفاعيه واللي ازاي احنا بننفذها وازاي بنخلي كوت ديفوار، يعني مكسب حسام حسن ان خلى كوت ديفوار النهارده بتلعب كل مهاجمينهم بخط نصهم بيلعبوا وظهرهم للملعب بتاعنا. هي دي النجاح، هي دي اللي بتخفف عليك الضغط، وهي دي اللي بتخلي الكور، حتى الاجوان اللي جابوها جوان من كور مخنوقه ما فيهاش لعب زي الجونين بتوعنا، الجون الاول والجون الثالث. لا ما فيهاش لعب وبتاع، دربكه خبطت عدت دخل الجون، جابوا جونين كده من دربكه. بس ان هم يوصلوا المرمى ويبقى عندهم كره من جمل وانفرادات صريحه لا الكلام ده ما كانش موجود كمان. يبقى كان العناصر كلها عناصر الفوز، الطريقه الدفاعيه والتكتيك الجميل اللي كان حاطه كابتن حسام. بس هنتكلم على عنصر مهم جدا من عناصر الفوز النهارده، وهو تحرك مرموش في الملعب. تحرك مرموش في الملعب دفاعيا زي ما اتكلمنا، الضغط اللي كان بيعمله والنفس العالي والحاله البدنيه الممتازه اللي فضلت مع مرموش لغايه الدقيقه 80، الدقيقه 80 او 85 قبل المباراه ب5 دقايق، اللي هو خلاص الراجل عمل اللي عليه وزياده. تحركات مرموش كانت مزعجه تماما لخط الدفاع لكوت ديفوار. لا فعلا عمل ماتش ولا اجمل من كده. الجون هنتكلم على الجون ده سحر، الجون اللي جاب مرموش ده سحر. تحركات ان انا باخد الكوره وبعدي من واحد واثنين، تحركاته في الزنقه معايا اثنين ثلاثه لا اعدي يوم واحط كوره لورا. الكلام ده كله يا جماعه يدينا نفس ويتعب اللعيبه بتاع كوت ديفوار، وهو ده اللي خلانا احنا كنا فتره من فترات كده، فترات المباراه في كوره كنا بنفقد في فترات كنا بنفقد الكوره بسهوله. لا مرموش محطه لما نحط عليها الكوره، لا محطه كويسه جدا. ظهر الملعب بعد الوش وبروح باخد اثنين لعيبه واعدي واعمل باص، بنزل اريح على زميلي بعدي من الزحمه دي وانقل الكره تاني. لا ادى نفس المنتخب طول المباراه مع تحركاته اللي ولا اروع من كده، واجتهاده الغير طبيعي في الهدف الاولاني اللي ريحنا وخلانا ركبنا المباراه. لا ده تحرك ولا اروع ولا احسن من كده، والتحرك ده شفناه من مرموش طول المباراه. مرموش يعني حسام قال له الحته الاماميه دي بتاعتك، تحرك يمين تحرك شمال تحرك في النص، اعمل اللي انت عايزه وهنحاول نوصلك كوره. لا وانت تنزل تستلم وتبقى محطه وتريح وتفتح اللعب، ده اللي كان بيعمله مرموش. مرموش محطه ممتازه، مرعب للمدافعين. انت بالظبط انت مش عارف هياخدك ازاي، هيروح بيك ازاي، وهو جاي يلعبها ازاي. لا الدور النهارده دور مرموش ده الحريه الكامله والمجهود البدني اللي كان عنده والمخزون الدفاعي اللي قدر يطلعه ده في الضغط على خط الدفاع وخط النص بتاع كوت ديفوار عشان ما يبداش هجمه بشكل مستريح والكره تروح مريحه لدفاعاتنا. لا كان ولا اروع من كده، فتحرك كان ولا احسن من كده، اجتهاد كان ممتاز من مرموش في قطع الكره بتاعت امام وتحركه. لا دور تحركات داخل الملعب كلها مدروسه، حرك في كل حته، انت المحطه اللي هنحط عليها. ففعلا ده كان دورك، المحطه الهجوميه اللي بنحط عليها، سواء بتلف وتروح بالكره بنفسك او بتفتح الملعب يمين وشمال او بتسند على امام او على حمدي فتحي. لا دور ولا اروع من كده. مش قادرين نتكلم على حاجه في المباراه غير ان احنا نقول نجم المباراه الاول. طبعا مش هنتكلم عن هدف صلاح وتمريره امام لا هنتكلم على نجم المباراه الاول اللي هو حسام حسن. زي ما قلنا ان كان في اداء مش مظبوط، وقلنا عك كروي الفيديو اللي فات، لان احنا زي ما بنتكلم بنقيم المدرب مباراه بمباراه. مش هنقدر نقول اصل المدرب ده وحش، لا المدرب النهارده كان وحش، اللاعب النهارده كان وحش، ما كانش في يوم. فعلا كابتن حسام الماتش بتاع بنين ما كانش في يوم. النهارده نجم المباراه هو كابتن حسام والتكتيك الحق اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا شفناها، اللي خلتنا راضيين عن الاداء، اللي خلتنا تحس لا ده انا بلاعب كل فرقه بخطه، زي ما كان بيقول انا بدرس كل فريق وكل فريق له خطه. لا النهارده فعلا حسينا بالكلام ده، حسينا لا ان في شكل منتخب، في اداء، في لعيبه يطلع منها كل حاجه، في مدرب عنده خطط يقدر يقابل بيها اي فريق. لا احنا بالنسبه لنا زي ما بنتكلم كده احنا منتخب مصر، احنا السبع نجوم، وان شاء الله النجمه الثانيه جايه. نتكلم ان شاء الله على التاهل ان شاء الله بعد النص النهائي لما نقابل السنغال ان شاء الله بعون الله كده، ربنا يكرم لعيبتنا وكابتن حسام كده ونعدي المباراه ديت ونوصل للنهائي ونقول النجمه دي بتاعتنا. كل اللي نقدر نقوله النهارده ان شابوه كبير جدا للزعيم حسام حسن ولاعيبته الرجاله على الاداء والخطه التكتيك اللي كان موجود. فوز ايوه، بجداره ايوه، تستحق توصل نص النهائي ايوه، ان شاء الله اللي جاي افضل. وتحيه كبيره لمنتخب مصر. كان معاكم هشام حامد حكم الكوره السابق في قول كوره. سلام عليكم.